صاحب الدباب هذا كان بيوجه للدوام، لكن شوفوا هذا الشخص الاهبل اللي لف على صاحب الدباب. Stupid motherfucker. Bike's 3 weeks old. I'm not good. I'm 51 years old. Yeah, you want to see it on video, Got you on video, bro. صاحب الدباب وقف على رجوله ولله الحمد كان بخير، بس الشيء اللي سواه صاحب السيارة البيضاء بعدها كان مجنون. That was my turn. You know that, right? It's not your turn. It's straight. No, it's not. I got you on video, brother. It's got you on right here. لأنه بدال ما صاحب السيارة يعتذر أو حتى يتأكد إنه صاحب الدباب بخير، السواق المتهور قرر يهرب من موقع الحادث وحول الوضع من حادث بسيط لجريمة يعاقب عليها القانون. بما أن في المعارض اليوم اختار لك أي موتر وقسم بيئة الله لا تطق لك. قسم بيئة الله لا تطق لك. نصاب قطع 4. أنت ما تشتري ولا شاورما. ما اشتري لك شاورما؟ إيه أنت كذوب نصاب قطع 4. شوف يقولوا لك الفرصة في العمر مرة واحدة. اقسم لك بيئة الله. اختر أي موتر ولا طق لك. والله؟ إي والله. يلا اشتري هذا. يلا. هذا؟ إيه. تركت اللكسس. لا ما بلغت هذا. أطق لك هذا. إيه يلا. ما أخذت غير هذا. اشتري. يعني انت فله الحين. انا والله عارف نوعيه الرجال اللي يصور هذا تحصلوه في حساب البنكي عنده سالب 14 ريال، ودفتر الديون حقه عنده راعي البقاله واصل لصفحه الغلاف، وجاء المعارض مسوي لي في امها. يعني انت الحين جيت المعارض وجبت خويك معاك ومسوي لي في امها. ايوه طال عمرك، عطه لاند عطه رنج، تحصلوه هذا حتى اللقزز ما يقدر ينطقها. يقول لا قلت بكتب شعر في مدح رجال، الأمر من رأس على العز صارم. عطيه لزق. يا عيال ما بما يحمل يا عيال، مدري واقفين على وش والله، ذيك سيارات واقفة على وش يا عيال ما بما يحمل. بنجك 999 يا وحش، الماب لسه ما رندر والسيارات طايره يا اخي. والله يا اخوان من جد هذا ايش؟ ويب لا حد يدرفن علينا. انا عارف انه هذه حاله فيزيائيه اسمها سراب ولا ما ادري ايش كان اسمها، والله نسيت. يا اخوان بالله اللي يعرف الشرح الكامل لهذه الحاله يكتب تحت بالكومنتات. انا والله ماني فايق اروح ابحث، قد اني جالس اسجل المقطع هذا الساعه 7 الصباح وانا صايم، فوقها ما تسحرت. كيف؟ لا والله افطر يا دقيقة والله فطر خلاص. طبعا هذول الشباب كانوا طالعين الساعه 4:27 دقيقه الفجر يدوروا سحور، متحمسين يطلبوا كبسه ويحلوا فيها بسبوسه، فجاه يسمعوا هذا الصوت. نزل يعني باقي ساعه يا عيال ورب العزه لا اكل حتى لو اذن. بس يا الحبيب هدي. للي ما يعرف يا اخوان هذه يسموه الاذان الاول، بمعنى انه بعض المساجد تاذن قبل الفجر بساعه، وهذا عشان تصحي النايم وتفجعه للسحور. يعني حرفيا بيمديك تطلب مفطح كامل وتاكله على راحتك وتختمها بكرتون سنتوب كمان لو تبغى. طلعنا من المطعم واقفين نسولف. يا حبيبي على السواقه والله هيبه ما نختلف، لكن يا صاحب السياره والله هذا النوعيه من التعديل بيجيب لك الصداع اذا تعرف قصدي. هذا التعديل يجذب الدوريات اسرع من ريحه مسحب البيك في يوم الجمعه. لكن هل تعرفوا السياره اللي لازم الواحد ينتبه ما يوقفها في اي مكان؟ سيارات بورش. هذا الشخص كان يحسب انه البورش حقته امنه لان استوعب انه الحراميه يقدروا يشيلوا الشمعات في اقل من 60 ثانيه. Как хорошо, когда у тебя пятикрузер. Кому нахрен не нужны твои фары? والسبب يا جماعة الخير للي ما يعرف انه قطع سيارات البورش خصوصا الشمعات مرة غالية، وفي نفس الوقت مرة سهل انها تنسرق. حرفيا الشغل عبارة عن جيب حديدة مررها من تحت دف الشمعات وصلى الله وبارك، صار عندك شمعة تقدر تبيعها بحراج ب 2000 ريال. Também muito fácil, ó. Travinha aqui por fora. ازيدكم من شعر بيت، ولانه نوع الاضاءة حقت شمعات البورش جدا ممتازة عشان تنبت نوعية معينة من الحشيش، صارت الاضاءة المفضلة عند التجار. يعني باختصار في بعض سيارات بورش شمعتها مو مجرد شمعة، هذه حرفيا تعتبر عند التجار كأنه ذهب مضيء. Looks like last night was tough night. They took the headlights. وعشان كذا الافضل تسكب تشتري النسخه الكبيره من سيارات بورش وتاخذ هذه البورشه الصغيره بدالها، واحلى شيء فيها انها مستحيل تنسرق. وذل اليوتيوبرز قرروا يسوي تحدي مجنون ويستخدموا القياده الذاتيه في التسلا عشان يقطعوا دوله امريكا بكبرها من شرقها لغربها، لكن التسلا صدمت بعد اول 100 كيلومتر بس، والنتيجه اضرار بقيمه $22,000 للسياره. Roadkill. No it's not. طيب قولوا لي هل تشوفوا انه هذه ردة فعل طبيعية لواحد شاف مياتها في الشارع؟ طيب هل كنتوا تعرفوا انه في وقت من الاوقات الحكومه الامريكيه اجبرت شركات السيارات تصنع صدام غير قابل انه ينطوي، وكان بمعنى انه لازم السياره تصدم عمود خرساني بسرعه 8 كيلومتر بالساعه لكن ما يصير فيها اي ضرر. وصح انها وفرت على الناس آلاف الدولارات من تصليحات الحوادث الصغيره، لكن بالمقابل خلت شكل بعض السيارات مره غريب، والسبب الحقيقي انه فرامل السيارات الرياضيه قويه هو عشان ما يطيحوا بزي المواقف هذه.
ويا اخوان امخاخ السواقين هذولي احتمال تكون انعم من عصير سلاش. والله مستوى الاي كيو عندهم احتمال يكون بدرجه حراره الغرفه. زي في المركز الثالث ابدا لا عاد تخلوا الشخص هذا يدرفت مره ثانيه. في المركز الثاني هذا كان يحس بنفسه كينج الدريفت. اما المركز الاول، يا انه الاول خلاها تبان سهله جدا، ولا صاحب السياره البرتقاليه ببساطه اعمى. انا والله ما اعتقد اي واحد مننا يحتاج اعداء لو كان عندك اصحاب زي هذولي، لانه مقلب اللي سواه الشخص هذا في خويه في المركز الثالث انقلب عليه. لكن هذا الشخص الصراحة اللي سواه يستاهل ينسجن عليه. Why the fuck are these things up? That's better. وهذا الشخص غالبا هو أكثر واحد مكروه في الشلة. طيب يا اخوان شوفوا ايش اللي صار للشخص هذا. لو ما لاحظتوا ايش اللي صار، صاحب الدباب هذا كان مره محظوظ انه ما طاح فوق الجدار، لانه هذا الموقف اللي حصل له مو من النوعيه اللي تقدر تطلع منه وتمشي على رجولك بدون اضرار. طيب شوفوا هذول الاشخاص اللي المفروض ينمنعوا من امتلاك سوبر كار للابد. في المركز الرابع الرجال رابط جناح مكلارن بحبل وكانه متوقع انه ما ينكسر. وفي المركز الثالث تعرف انه عندك فلوس كثيره مره، ولكن ما عندك تفكير سليم لما تعلق بوغاتي فوق مدخل البيت. في المركز الثاني هذا كان يحسب انه بورش هي سياره مثاليه عشان يسحب جيت سكي عند البحيره. واخيرا المركز الاول صاحب المكلارن هذا اللي في موناكو، تذكير جوهري انه فلوس ما تشتري مهاره السواقه. لسبب من الاسباب الانترنت اجتمع وقرروا يسموا هذا الشخص فين ديزل التركي. وليش؟ لانه ببساطه يقدر يتحكم بالاس 2000 حقته كانها رجوله، يجي داعس واول ما تحسب انه خلاص بيصدم في الجدار وشب 1-0 يعطيها درفت ويوقف السياره. وصاحب الالنترا هذا كان يبغى يوفر على نفسه دقيقتين، لكن الحين بيقضيها بالتوقيف. باص المدرسه هذا كان رافع على الستوب ساين، يعني لا احد يتحرك لانه في ناس الحين بيطلعوا من الباص. لكن شوفوا هذا الشخص وبس. حقيقة شكرا على المشاهدة، واذا ما اكتفيت بهذا القدر من المقاطع تقدر تضغط على هذا الفيديو اللي ظاهر على الشاشة وتستمتع اكثر. وبس سلامتكم.